بعد إعلان إيران استسلامها بالكامل دخلت البلد في حالة فوضى كبيرة. استنوا، اللي بقوله ده ملوش أي علاقة بالزمن الحالي، ولكنه حصل في إيران سنة 1941، وأي تشابه في الأحداث مع أحداث بتدور دلوقتي في الغالب هي محض صدفة، أو يمكن لأ. سنة 1941 كان حاكم إيران وقتها الشاه رضا بهلوي، واللي قدر يوحد إيران سنة 1925 ويبدأ في عملية تحديث وتطوير للدولة الإيرانية، سكك حديد، مصانع، طرق حديثة. لأن بريطانيا والاتحاد السوفيتي كانوا بيقدموا مساعداتهم بشروط أو مقابل، فلجأ الشاه للألمان. وعلى بداية الحرب العالمية الثانية في عام 1939 كانت ألمانيا الشريك التجاري الأكبر لإيران. ومع بدايات 1941 وبعد ما ألمانيا هاجمت الاتحاد السوفيتي انضم السوفيت إلى الحلفاء وأعلنوا الحرب على ألمانيا. وشاف وقتها الإنجليز والسوفيت إن التقارب الإيراني مع ألمانيا خطر عليهم في وقت الحرب، فطلبوا من إيران إنهم يطردوا الألمان فورا ويفتحوا أراضيهم للحلفاء. ولكن الشاه رضا ماطل وأعلن إنه متمسك بالحياد، فقرر السوفيت والإنجليز إلى اللجوء إلى القوة. وفجر 25 أغسطس 1941 القوات البريطانية دخلت من الجنوب وسيطروا بسرعة على عبدان، أكبر مصفاة نفط في المنطقة وقتها، والأهواز وخرم شهر، يعني قلب النفط الإيراني كله وقع في إيد الإنجليز. وفي نفس الوقت القوات السوفيتية دخلت من الشمال وسيطروا على تبريز ومشهد ورشت، وده كان مفتاح الطرق للداخل الإيراني. والحقيقة إن الجيش الإيراني حاول يقاوم، وحصلت اشتباكات عنيفة في الشمال والجنوب، ولكن التفوق العسكري للحلفاء كان كبير جدا، والقصف الجوي على المدن الإيرانية كان عنيف بشدة. فالمقاومة انهارت خلال 5 أيام بس، واتجبر رضا شاه بهلوي إنه يتنازل عن الحكم واتنفى إلى موريشيوس. وابنه محمد رضا بهلوي مسك مكانه علشان الحلفاء شافوا إنه أنسب شخص لصغر سنه وقلة خبرته، وهتكون طاعته مضمونة. وإيران بكده بقت فعليا دولة محتلة، الشمال للسوفييت والجنوب للبريطانيين. والسبب الحقيقي ورا كل ده مش التقارب الإيراني الألماني خالص، السبب الأول هو ضمان وصول النفط إلى بريطانيا مش إلى ألمانيا. وثانيا أهمية الممر الفارسي، اللي هو طريق إمداد ضخم بيبدأ من الخليج ويمر عبر إيران لحد الاتحاد السوفيتي، ممر آمن لإمداد السوفييت بالمعدات والأغذية بعيدا عن غواصات الألمان في المحيط الأطلنطي. وخلال الحرب عدى من الممر الفارسي ده أكتر من 5 مليون طن دعم، وقود، سلاح، غذاء، يعني تقريبا ربع دعم الغرب للسوفييت مر من إيران. وللأسف طبعا الشعب الإيراني كان بيدفع الثمن. 29 يناير 1942 تم توقيع اتفاقية بين إيران وإنجلترا والسوفييت بضمانة أمريكية إن الإنجليز والسوفييت هينسحبوا من إيران بعد انتهاء الحرب ب6 شهور بس. وفعلا مع انتهاء الحرب في 1945 بريطانيا انسحبت فعلا، اما السوفييت رفضوا الانسحاب، ولكن مع الضغط الامريكي خرجوا. وكانت دي بدايه البدايات في الحرب البارده بين السوفييت والامريكان. تفتكروا بقى في اي تشابه مع الحاضر ولا